بيكم مرة تانية. فعايز اشتغل في دبي ازاي؟ انا بقالي فترة طويلة ما نزلتش فيديوهات اكتر من سنة، بس لان انا كان عندي شوية امور شخصية، ان انا كنت ببتدي بيزنس بتاعي وحاجات من دي. بس طبعا الفيسبوك بيج على طول بيجي عليها مسجات، بقى ارد عليها على قد ما اقدر. برد على كل مسج، بس ممكن يكون في حاجة بتتأخر شوية. الناس بتتفرج على الفيديوهات عندي، الفيديوهات لسه الناس بتتفرج عليها. انا مبسوط جدا ان الناس لسه بتستفيد من الفيديوهات. عندنا اكتر من 10,000 متابع يا جماعة، 10,000 سبسكرايبر على الصفحة. احب اهنيكم، انتوا ناس ممتازة. اي حد عنده سؤال في اي حاجة طبعا يبعتها لي. الفترة الجاية دي هحاول انزل فيديوهات تاني. انا عارف ان انا قلت الكلام ده مرة قبل كده بس برضه ما عملتوش، لكن المرة دي بجد هحاول انزل فيديوهات تاني. لان احنا بقينا في 2019. الفيديوهات كلها هنعمل لها ابديت، ايه اللي حصل، ايه الجديد في دبي، ازاي نعمل كل حاجه. اهم سؤال اللي هرد عليه النهارده ان الناس كلها بتساله لي، اللي هو امتى نسافر دبي، ايه احسن وقت. احسن وقت تسافر فيه دبي هو دلوقتي. احسن وقت تسافر فيه دبي هو النهارده. لان اول حاجه انت هتفضل تجرب هناك. انت لو بتدور على حاجه هتلاقيها وانت هناك. آه طبعا هتاخد وقت علشان تحضر نفسك من وانت في مصر، بس وقت التحضير ده لازم تخلصه بسرعة. خد فيزتك، خد تذكرتك، واطلع على دبي على طول. وجرب هناك وكافح وعافر بنفسك. طبعا دبي ليها تايم فريم كده معين مختلف، زي كل بلد ما ليها تايم فريم مختلف. ان هو دبي بتقف في رمضان، مفيش حاجة بتحصل في رمضان. كمان بتقف في الصيف، لان في الصيف الدنيا صعبة هناك، الناس بتاخد اجازات وتمشي. اكتر من كده بتقف في فترة الكريسماس اللي هي اواخر شهر 12. لكن الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي، لو بعد كريسماس الناس رجعت من الاجازات، السنة الجديدة باحتفالاتها كلها خلصت خلاص، الجو حلو في دبي دلوقتي. ده احسن وقت تلاقي فيه شغل في دبي، ده احسن وقت هتلاقي الدنيا قايمة، الاقتصاد شغال، الناس بتدور على شغل، دي سنة جديدة. الشركات كلها حطت الخطة بتاعت السنة بتاعتها، فعارفين عايزين يعينوا فين وامتى ومين وبكام. فدلوقتي النهارده خش اتفرج على الفيديوهات القديمة، افهم كل حاجة. خش اونلاين، دور، اعرف اماكن السكن بتاعتك، اعرف هتصرف كام، اعرف مرتباتك، اعرف الورق المطلوب، حضر ورقك، خد فيزتك، واطلع على دبي على طول. دي كده حلقة النهارده، وهقابلكم في حلقات تانية ان شاء الله.